سمعت عن العالم اللي اتحكم عليه بالإعدام نظراً لنظرياته العلمية؟ العالم ده كان العالم جاليليو. تعال نشوف قصة جاليليو. جاليليو اتولد في القرن ال17 وكان من اهم انجازاته اختراع التلسكوب. جاليليو بعد ما اخترع التلسكوب وراقب حركه النجوم والكواكب وصل لان نظريه كوبرنيكس كانت صحيحه. نظريه كوبرنيكس دي كانت قبل معتقد جاليليو ب100 سنه. كوبرنيكس بعد وفاته ظهرت في كتاباته ان هو كان حاطط دراسات تثبت ان الشمس هي مركز الكون، وده اللي اثبته جاليليو بعد اختراعه للتلسكوب، وهو كمان اثبت بمعادلاته هذه النظريه الصحيحه. الحقيقه الكنيسه اتهمت جاليليو بمخالفه تعليم الكنيسه واتحكم عليه بالاعدام والاقامه الجبريه، واجبر جاليليو على الاعتراف بخطأه. جاليليو اتحددت اقامته واصاب بالعمى ومات سنه 1642. سنه 1992 اصدرت الكنيسه الفاتيكان حكما ببراءه جاليليو، والعجيب في الامر ان الكنيسه اصدرت حكم ببراءه جاليليو سنه 1992، يعني بعدها باكثر من 300 سنه. والكنيسه عشان تصحح خطأها عملت تمثال لجاليليو في فناء الكنيسه سنه 2008. تخيل بعد اكثر من 300 سنه الناس اعترفوا بخطأهم، ولا يزال التاريخ يمجد حتى الان مجهودات العالم جاليليو.